ماذا تفعلين يا أمي؟ أقوم بتوضيب حقيبة السفر. ولكن هل اقترب موعد الحج يا أمي؟ نعم يا أبنائي، فخلال أيام يجب أن نكون في مكة المكرمة، فهيا استعدوا. حاضر. ما هذا يا فواز؟ أين ملابس الإحرام؟ وماذا تقصدين بملابس الإحرام؟ حسنا، ملابس الإحرام لها شروط للرجل وللمرأة. فملابس إحرام المرأة يجب أن تكون فضفاضة ساترة للجسم، خالية من الزركشة، ولا يفضل ارتداء النقاب أو القفازات لتغطية الوجه أو اليدين، بينما الحذاء يجب أن يغطي القدم كاملا. وماذا عن ملابس إحرام الرجل؟ أما ملابس إحرام الرجل فيجب أن تكون بيضاء، خالية من الخياطة أو الربط أو العقد، وهي عبارة عن جزئين. أما الجزء الأول فهو الإزار، وهو قماش أبيض يلف حول الخصر، يستر به المحرم الجزء من جسمه الواقع ما بين السرة والقدمين. أما الجزء الثاني فهو الرداء، وهو عبارة عن قطعة قماش بيضاء شبيهة بالمنشفة، يلف المحرم أحد طرفيها حول خصره، ويستر بالطرف الآخر كتفه الأيسر، مع بقاء الكتف الأيمن مكشوف. وهل هناك شروط للنعلين؟ بالنسبة لنعل الرجلين يجب أن يكون كاشفا لمنطقة الكعب، ويمنع على المحرم أيضا ارتداء الملابس الداخلية أو الجوارب أو غيرها من الملابس المخيطة. أبي، الآن فهمت لماذا قالت أمي أن الحكمة من ملابس الإحرام أن نستشعر بالذل تجاه الله ظاهرا وباطنا، وأن نتساوى جميعا في نفس الزي. والآن يا أبنائي، وبعد أن أحرمنا وأعلنا النية لأداء فريضة الحج، وهو الركن الأول من أركان الحج، وبدأنا بترديد نداء التلبية، هيا الآن لأداء طواف القدوم، وهو 7 أشواط حول الكعبة. لكن هل تعرفون يا أبنائي ما هي الآداب التي يجب أن يتمتع بها الحاج؟ نعم يا أمي، أنا أعرفها. فعلى الحاج أن يخلص النية لوجه الله تعالى في أداء هذه الفريضة، وأن يتحلى بالصبر أيضا مع كل ما يواجهه من مشقات. إضافة إلى ذلك فهو يجب أن يحافظ على الترتيب والنظام أثناء أداء مناسك الحج. يا أبنائي، يجب أن نستيقظ الآن، إنه يوم التروية، هيا للذهاب إلى منى. المبيت هناك لا يشترط فيه النوم يا أم فواز. حسنا يا أمي. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. ما أجمل مناسك الحج يا أبي، لكن هل للحج فوائد؟ الحج كما تعلم يا بني هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ومن فوائده أننا نعظم شعائره من خلال أداء جميع المناسك، إضافة إلى أن الحج باب يجتمع فيه المسلمون من كل أنحاء العالم، فتراهم متوحدين بنفس الزي يقفون بنفس الصف ليؤدوا نفس الفريضة. كما أن الحج يا فواز باب يتبادل فيه الحجاج مصالحهم التجارية مع المسلمين ومع غيرهم. هيا الآن للذهاب والوقوف بجبل عرفات. والوقوف بجبل عرفات أحبابي الكرام هو أهم ركن في الحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. أمي، متى سنقوم بذبح الخروف؟ لقد أوصى أباك إحدى الشركات المسؤولة عن ذبح الهدي يا بني. والآن يا أبنائي سنقوم بالركن الثالث من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة، 7 أشواط حول الكعبة، ولا تنسوا ترديد بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بعد كل شوط. ما أجمل أن نتساوى يا أبي في أداء هذه الفريضة،
الغني بجانب الفقير، والحاكم في صف المحكوم، كلنا وراء إمام واحد نردد نداء واحدا. أما الآن هيا بنا إلى الركن الرابع، وهو السعي بين الصفا والمروة. من منكم يعرف قصة السعي بين الصفا والمروة؟ أنا أعرفها يا والدي. فعندما ترك سيدنا إبراهيم زوجته هاجر وابنها إسماعيل في مكة، ظلت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروة، ظنا منها أنها وجدت الماء، وهما الجبلان اللذان أصبحا موضع السعي في ديننا الإسلامي. بارك الله فيك يا بنيتي. أما في يوم التشريق الأول والثاني يتوجه الحجاج إلى رمي الجمرات والدعاء إلى الله تعالى والذهاب إلى منى، بينما في يوم التشريق الثالث وهو 13 من ذي الحجة يكرر الحاج ما فعله في يوم التشريق الأول والثاني، ثم يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع من 7 أشواط. وبهذا نكون قد أتممنا مناسك الحج كاملة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. وتذكروا يا أبنائي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قم بالاشتراك بقناة لا تنسى أنك مسلم عبر الضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب وفعل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.